نحكيو على عارف لطفي العبدلي مدينة تونيزيا 100% حلال اللي باش يكون ان شاء الله نهار الاحد 2 سبتمبر بمدينة قليبية بمبادرة من جمعية العمل المدني. نفكركم انه لطفي العبدلي ايضا عنده نهار السبت 1 سبتمبر عارف بمدينة الحمامات بالسنتر كولتوريل على هامش مهرجان الحمامات الدولي. معنا في المباشر المبدع المسرحي لطفي العبدلي، مرحبا بك من جديد على موج كاب اف ام. عايشك وبيك اكثر خويا. دونك نهار الاحد العرض نتاع قليبيا كما صار على غرار عديد العروض الاخرى في منزل بورقيبه وغيرها، احتجاجات من مجموعات اللي سمعوا يعني شفت خاصه قاعدين نتبعوا على المواقع الاجتماعيه خاصه على الفيسبوك تهم انه هذه المسرحيه كفر واستهزاء واضح وصريح لا يخفى على مسلم، وغيرها كلمات فيها سخريه واستهزاء بشعائر الاسلام كالصلاه والصيام واللحيه والحجاب وغيرها غيرها. دونك شنو هي الامور قبل العرض نتاع قليب يا لطفي؟ والله ساعة الو وين نسمع فيك لطفي ليك الخط. ساعة بور الحمامات الحمد لله توفا بيان، ما عندنا حتى مشكلة لحد الآن، والعباد قاعدة تقص في التذكرة، ومام حتى المواطنين ولاو حتى كي جاي يحبوا يجيو العرض نتاعي ولاو يجيو بطريقتين، انه يجي باش يضحكوا ميم طون هكا باش زاد في معناها بفكره انه زاد جاي باش يدافع على حريه الابداع وحريه الراي، وجاي بفكره انه حتى حد ما يختار في بلاصته هو يمشي يتفرج وهو يحكم، ما حاجتهمش شكون باش يحكم في بلاصتهم. في قليبيا معناها الامور معناها الحمد لله معناها القليبيه معناها اهالي قليبيا واقفين معانا وقالوا لنا اجاو ونحميوكم ان شاء الله. زاد حتى البوليسيه وعدونا باش يكونوا موجودين، لكن نحن قاعدين نجتهدوا انا والليكيب نتاعي وقاعدين معناها انا مره زي حبيت نفك الحكايه من اصلها. حكينا مع بعض الاخوان السلفيين غاديك المتفتحين اللي معناها اللي يعرفوا جماعه ويعرفوا بعضهم اللي هي غالطه انا مستعد امامه، وحكينا معناها فيهم الحقيقه نتاع ربي ناس متفاهمين برشا، وقالوا لي هذه ذاته من الواحد. يعني انا ما تعوجتش وما حبيتش نعمل فيها، خاطر انا بطبيعتي جاي لقليبيا باش بريفير نجي وتكون الناس الكل مرتاحه والنفوس هاديه. انا مسلم ومانيش محتاج اني باش نقول، وحتى تونسي ما هو محتاج اليوم خساره نلقاو احنا في ظروف واحد ضربتين يجم يقول انا مسلم يجم يشهد، لكن مش مشكل نحن نشهد ونحن نمنوا بديننا ونحبوه، وكان فيها واحد عنده حاجه باش ينصحنا بها دينيا ولا شافنا غالطين مش بالتعصب، راهو نحن ماذا بينا شكون يجي ينصحنا، خاصه انه تهديدات كبيره نشوفوا فيها على الفيسبوك يعني تهديدات بالقتل ولات. انا راهو نخاف كان من ربي، الحقيقه نتاع ربي هو اللي يقتل ويحيي، هو يحيي ويميت هو ربي. واحد كان يكتب له حتى باش يموت، واحد راهو كان كتب لي باش نموت غدوه، حتى واحد قاعد في داره معناها مش هذيك. انا مش هذاك اللي مخاوفني، انا كان جيت خايف ما نعملش العروض نتاعي وما نكملهمش، لكن انا نخاف الناس هذه دخلت بلاد في حيط، لانه مش معقول اليوم ما تسيبوش كان علي انا، هما تسيبوا على برشا فنانين وتسيبوا على برشا مثقفين وتسيبوا على شعراء وتسيبوا على معناها نشوفوا انه اليوم اللي يتكلم في البلاد هذيا مع الحكومه الجديده يا يمشي الحبس يا تقع له مشكله يا يجيه الفيسك يا يجيه خطيه يا ياكل تريحه في الشارع. معناها الامور تو مفهومه ومعروفه اللي هي مقصوده والناس الكل فاهم اللعبه. اليوم معناها هذه سياسه التركيع ماهيش باش تختف معانا، يحبوا يكرهونا في البلاد، بلادنا نحبوها وماهيش باش نكرهوها. انا قررت اني ما نكونش هكا جبان وما نكون زعما زادك اللي داخلها بقوه زعما، وحتى حد ما يعمل لي عامله ما نخافش، الخوف كان من ربي، لكن زاد ماذا بيا نقابل الاخوان ونحكي معاهم، وقاعد نقابل في برشا اخوان سلفيين. الحقيقه نتاع ربي انا مطمئن برشا لاني ضميري مرتاح دينيا، وفما برشا ائمه وبرشا ناس طمنوني قالوا لي تهنى، وراو معناها كان فما حاجه انا معاك، وقلت لهم يا خويا كان فما نصيحه انصحوني اكثر شيء من هكا. معناها انا مستعد نعمل خطوه، مستعد نفتح الحوار. هو اخطر حاجه في بلادنا اليوم انه ما فماش حوار، انه تجي ناس يهبط عليك حكم واللي هو يطبق عليك في قانون كأنه هو يحكم في البلاد ومش مستعد تحاور معك. تو انت غلط قانونيا وتحب تسكتني انا، اجا نحكيو، اجا يا خويا انت كي الحكايه مع لطفي العبدلي ولا الحكايه انت دينيا تحب تلقى حل؟ كان دينيا تحب تلقى حل معايا ربي يعطيك اجر لك انت وانا يعطيني اجر. كان انا تقنعتني نقنع انا، كان جيب لي ايه وبيع وحاجات هكايا، علاش لا يا اخي ما رجعش روحي انا شبيني معصوم من الخطا؟ مانيش معصوم من الخطا خويا. انا توا الناس هذوما ما عينيش نتعامل معاهم معامله مثلا نتاعك اللي زعما هكا عدوانيه ولا معامله،
فما بعض الاخوان متشدين توا نفهمهم، هو في مخه بتاتر يدافع على دينه، في مخه فما حاجات ما تتقالش، لكن انا مقتنع. ومن بعد حكيت مع برشا ناس شيوخ وناس متفقهه في الدين وسالتهم على الحاجات اللي نقول فيهم، قالوا لي راهو هذوكم كي يقع فهمهم بالغلط ويقع فهمهم بتشدد تولي الناس فهمتك، تولي الناس تكفر. كي يقع فهمهم بطريقه اخرى تولي انت من الناس اللي قاعد تنقد في ظواهر اللي كيفاش الناس تتعامل مع الدين. انا من حقي زاد ننقد المواطن كيما ننقد البوليس ولا ننقد الدوله كيفاش تتعامل مع الناس. ننقد انسان مثلا عامل لحيه وما هو فاهم حتى شيء بالدين، مانيش معناها ضد اللحيه ولا ضد، انا بالعكس انا ندافع على ديني كيفه، لكن زاد من حقنا ان تخلي الجمهور التونسي زاد ما تتعنفش عليه، خاطر كي يتعنف على انا ويتعنف على منطقه كامله. تو كي يتعنف على قليبيا اش معناها قليبيا الكل تحت سيطرته يحكم فيها هو، ولا كي يتعنف على الحمامات ولا كيما صار في صفاقس. الحمد لله انا ما نحبش نكبرها الحكايه وما نحبش نردها زعما وتعرف مانيش شكايه انا زعما باش يقتلوني او باش يعملوا لي. الحياه والموت بيد ربي، لكن الحقيقه نتاع ربي كان مقابلين للنقاش. انا مستعد نناقش ومستعد نحكي ومستعد معناها نراجع روحي. واضح. لطفي العبدلي يعطيك الصحه على قبول الدعوه، وان شاء الله بالتوفيق في عرضي الحمامات وفي قليبيا، وان شاء الله ما نعادش نشوفوا نوع من ممارسات هذه التهديدات وغيرها. يعطيك الصحه، الى اللقاء لطفي. هذا هو كان معنا لطفي العبدلي اللي كنتوا تسمعوا فيه، اكد انه باش يكون موجود في قليبيا يوم 2 سبتمبر نهار الاحد رغم التهديدات اللي تلقاها سواء مباشره او على مواقع الفيسبوك.